5 اكلات بتلخبط سكر الجسم، والاكله الخامسه هتصدمك. في اكلات احنا مقتنعين ان هي عاديه جدا، بس في الحقيقه ان هي بتلعب في سكر الجسم لعب. النهارده هقول لكم على 5 اكلات ناس كتير بتاكلها كل يوم ومش عارفين ان هي السبب في التعب والجوع السريع والمود المتقلب. اول حاجه خلينا نبدا بالعيش الابيض. مين فينا مش بياكل العيش الابيض في يوم؟ بس المشكله ان الدقيق الابيض معمول من دقيق مكرر. طب يعني ايه دقيق مكرر؟ يعني بتشال القشره من حوالين حبه القمح اللي فيها الياف، والالياف هي اللي بتخلي الجسم يمتص السكر بالراحه. طب والنتيجه ايه؟ السكر بيعلى في الدم بسرعه وبعد شويه بينزل، فتحس انك جعان ومخنوق. جرب العيش البلدي او التوست الاسمر بدل الابيض، مش لازم تمنعه خالص بس قلله. تاني حاجه هي الرز الابيض. ده من الحاجات اللي شكلها بريء جدا بس خادع جدا، لانه مضروب ومتشال من حواليه القشره الخارجيه، فبيتكسر في الجسم بسرعه جدا وبيرفع السكر فورا، خصوصا لو اتاكل لوحده. فخليه دايما جزء من وجبه يكون فيها بروتين وخضار. نيجي بقى الرقم 3 وهي العصاير. والناس كلها بتفتكر ان هي صحيه جدا وان ده عصير يعني فواكه فطبيعي. ايوه هو طبيعي بس من غير الياف. لما بتعصري الفاكهه وبتشيلي منها الالياف اللي كانت بتبطئ امتصاص السكر، وبتسيبي السكر متركز في كوبايه صغيره، وبتسيبي العصير اللي من غير الياف مركز في كوبايه صغيره، في الاخر جسمك بياخده وبيمتصه بسرعه كانك شربت سكر ابيض بدل العصير. كل الفاكهه زي ما هي او مع مكسرات، او اعمل سموزي بالفواكه والخضار عشان تبطئ امتصاص السكر في الدم. رابع اكله وهي حبيبه الملايين، البطاطس المقليه. مفيش حد طبعا مش بيحبها. البطاطس احسن انواع النشويات وغنيه بالمعادن، بس لما بتتقشر وبتتحمر في الزيت وتتشبع دهون، النشا اللي فيها بتتحول لسكر بسرعه، وكمان الدهون بتبوظ الدنيا، فبلاش منها اصلا. ولو نفسك فيها اغسلها كويس واعملها في فرن او الاير فراير برشه زيت بسيطه، وممكن تضيف بهارات، وطعمها بيبقى حلو وما بيحصلش ارتفاع في السكر بعد الاكل. نيجي للاكله الخامسه، وانا اصريت اسيبها في الاخر عشان دي مفاجاه بالنسبه لك، وهي الكورن فليكس اللي الناس كلها بتفطر بيه وفاكره ان هو صحي، وخصوصا الاطفال. والكورن فليكس معمول من نشا الذره والسكر، يعني كانك فطرت سكر ابيض بس. طب ايه بديل الكورن فليكس؟ شوفان بحليب خالي الدسم، وحط مكسرات او زبده فول سوداني، واحسب الكميه حسب هدفك. هيشبعك ويديك طاقه اطول، مفيش ارتفاع في سكر الدم. الخلاصه محدش قال نمنع الاكل ده خالص، ده بالعكس صحي جدا، بس لازم تعرف جسمك بيتعامل معاه ازاي. لما نبدل الاكل والطهي الصحي بالاكل الصحي والطهي الصحيح، مش بس السكر بيتظبط، حتى طاقتك وتركيزك ومزاجك بيتظبط. وليه في الكومنتات ايه اكتر اكله كنت فاكرينها صحيه وطلعت العكس. واوعى تستلف راحتك على حساب صحتك، لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.